السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين. احنا في شهر شعبان وخلاص على قدوم شهر رمضان. ربنا يعود عليكم وعلينا الايام بخير ان شاء الله. احنا النهاردة ان شاء الله عاملين لكم حاجة بقى حلوة جدا على قدوم رمضان نجهزها علشان تنفعنا في السحور. هنبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هعمل النهارده الطعميه بالحمص، بتبقى اخف والذ كتير قوي من الفول. انا جبت الحمص، جبت مجين، عيرت مجين حمص. تمام، الحمص اللي هو الحمص الشام بتاعنا. بنقعه من بالليل للصبح. يعني حاولي تنقعيه، كل ما تنقعيه اكتر كل ما يكون يديكي نتيجه افضل. لان الحمص غير الفول. تمام. انا نقعته من بالليل لغايه مثلا تاني يوم مثلا الظهر مثلا. خلاص. في الكبه وجبت الحمص وابتدي بقى ايه اطحنه الاول. عجينه الحمص اللي هي عجينه الطعميه بتاعه الحمص مش الفول. ما بتحتاجش بصل كتير، هي بصلايه واحده بس. هنا بقى يعني اهم حاجه بس بضربه كويس قوي. وبص، بصلايه واحده. لو عامله كميه كبيره زي ما زي ما انا عامله كده، هتعملي بصلايه وسط. لو الكميه اقل، بصلايه صغيره، ما تكتريش. ومعلقه توم. وهنحط خضره كزبره وبقدونس. بس الورق بس، يعني حاولي تاخدي الورق بس ما تاخديش العيدان، عشان ما تضطريش تفضلي تضربي فيها كتير. هنا بقى هبتدي اضربها. معلش يا حبيبي انا واخده برد، فحاسه ان انا صوتي تعبان قوي، بس الحمد لله. المهم انا هنا بقى بضرب، وزي ما انتم عارفين ان انا بضرب شويه واوقف وافضل اخد اللي على الجناب عشان كله يختلط مع بعضه. عايزين بقى نجهز عجينه الطعميه. تمام، انا هعمل جزء احمره وجزء اشيله عشان اوريكم النتيجتين. هنا بقى لو لقيتيها ناشفه، لو لقيتيها ناشفه خطوه الميه دي مش اكيده. يعني انت لو لقيتيها كده العجينه معاكي كويسه خلاص. حسيت انها ناشفه او مفروله، حطي نسبه ميه بسيطه. ما تكتريش، لان لو كترت الميه اما تيجي تحمريها هتفرش منك في الزيت. يعني هتفرفت كده ومش هتبقى حلوه. فالميه زي ما انتم شايفين انا حاطه الكوبايه واحط ايه حاجه بسيطه بحاجه بسيطه، عشان الميه ما تزيدش فيها. اهم شيء كل شويه تقلبي. وما تكتريش الخضره لو كترتيها هتعمل حاجتين. الخضره هتديها نسبه ميه كتير. وكمان هتخليها لما وانت بتحمريها هتخليها تبقى مش خضره، هتخليها سودة. فما تكتريش من الحاجه. الخضره جميله وكل شيء، بس لو كترتيها وانت بتحمري الطعميه هتخليها ايه مسوده. اهم شيء بس ما تجريش الفيديو، لان فيه معلومات بسيطه كده. هي بسيطه بس بصراحه بتفرق كتير قوي في النتيجه. انا حبيت اعمل الفيديو ده دلوقتي بتاع عجينه الطعميه بس بالحمص. جربيها، اللي لسه ما جربتهاش لازم تجرب عجينه الحمص، حلوه جدا وخفيفه وطعمها بصراحه تحفه. هنا بس حته خضره شلتها، ما كانتش اتضربت كويس. هنا طبعا لسه خشنه، لسه هعملها كمان مره. آه هعملها كمان مره عشان تنعم. انا هنا عشان الحمص كتير قسمته على ايه على جزئين. انا بس عايزه اضربه كويس جدا علشان ينعم. هنا بقى بعد ما خلصت الضربه الاولانيه هبتدي بص هنا بقى الجزء الباقي. حطيت بقيه البصله، انا كنت عاملاها على جزئين وقسمت البصله على جزئين، نص في الاول ونص في التاني. وبرضه قسمت الخضره. الخضره دي حزمه كزبره وحزمه بقدونس صغيرين مش من الكبار. وتاخدي الورق بتاعهم بس. وحاولي لما تغسليهم تنشفيهم، ميبقوش فيهم ميه على قد ما تقدري يعني. عفوا. اهم شيء زي ما انتم شايفين دي الخطوات دي على فكره بسيطه بس مهمه جدا. لازم كل شويه تنزلي اللي على الجناب عشان كله يتضرب مره واحده. واللي لسه فعلا ما جربتش عجينه الحمص، دي عجينه شاميه، دي طعميه الشامي يعني. فعلا والله العظيم تحفه. وطعمها احلى من الفول بكتير. حتى الانتفاخ بتاعها بيبقى اقل كتير من عجينه الطعميه اللي هي بالفول. واللي لسه ما جربتهاش حاول تجربي حاجه بسيطه جدا، لو عجبتك بقى اعمليها. حاولوا بقى الفتره ديت اللي بيخزن حاجات بقى يبتدي يخزن علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا هنا عملتها. قلت لكم هاخد جزء اعمله عشان اوريكم بعد ما بتتعمل. وهاخد جزء. هندي القطه بتاعتي. هاخد جزء افرزه. بفرزه بقى في اكياس وباخده بقى ايه لما بحتاجه بطلعه يفك شويه. وهنعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها وهي لسه طازه. هنا بقى عملت الكميتين على بعض اهو. بصوا انا عامله كميه لان هفرزها.
انا بحب عجينه الطعميه تبقى عندي على طول في الفريزر. ودي بقى بتبقى حلوه جدا مع جنب طبق الفول في السحور. بتبقى حلوه جدا، وكمان على فكره خفيفه جدا. هنا بقى بصوا هعملها بقى للمره التانية. انا بعد ما خلصت الكميه كلها هبتدي بقى اضربها للمره التانية عشان تنعم. طبعا اكيد مش هنسى اخواتي وحبايبي واصحابي وعيلتي الجميله، اسلم عليكم واقول لكم انتوا وحشتوني، وجزاكم الله خير في كل كلمه حلوه بتكتبوها لي، وربنا يخليكم ليا. وما تحرمش منكم ابدا ابدا، ويديمكم نعمه في حياتي ان شاء الله. اتمنى بس ان شاء الله يكون الفيديوهات بتعجبكم بتستفادوا منها. واتمنى اسمع ارائكم او اقرا ارائكم في التعليقات. وان شاء الله كل الحاجه اللي بعملها تنول رضاكم، واللي لسه ما اشتركتش تشترك وتنورنا في عيلتنا الجميله. انتوا فعلا عيلتي والله العظيم، مش المتابعين بس، لا انتوا فعلا عيلتي الجميله. هنا بقى خلاص خلصت، او لسه بضرب تقريبا. اهم شيء بس تنعميها، بس ما تنعمهاش تخليها يعني عجينه ناعمه قوي قوي. يعني بصي خليها كده الوسط. خلاص كده انا خلصت المرتين، انا ضربت المرتين. هاخد بقى جزء علشان اوريكم لما تكونوا بتعملوها، سواء هتعمليها طازه او هتطلعي من الفريزر هتعملي ايه. باخد هنا جزء وهحط عليه التوابل بقى اهم شيء. وانت بتضربي لا تحطي ملح ولا توابل ولا اي شيء. تخليه حتى لما بتيجي تشيليها ما تحطيش فيها حاجه. انا هنا حطيت ملح وكمون وكزبره. ملح وكمون وكزبره في الجزء اللي انا هشتغل فيه دلوقتي. الباقي هشيله من غير اي حاجه. وهنا هحط ربع معلقه كربونات الصوديوم، اللي هي كربوناته. هحط بس ربع معلقه. برضو ما تكتريش، لانك لو كترتي على الكميه اللي انت عاملاها هتنفش قوي في الزيت، ومش هتعرفي تلميها اصلا، مش هتطلع طعميه. فما تحاوليش تكتري في اي حاجه. هنا بقى الجزء ده اللي انا هحمره دلوقتي. لكن الباقي ما تحطيش عليه ملح ولا تحطي عليه اي شيء وانت بتشيليه. هنا بقى هبتدي اقسمه في اكياس عشان احطها في الفريزر. ما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايبي، واللي وصل للجزء دوت تنزلي بقى حطي لي اللايك، وحاولي تشيري الفيديو لاخواتك وحبايبك واصحابك عشان الكل يستفاد. وان شاء الله الفيديو يعجبك باذن الله، وتاخدي منه حتى لو معلومه بسيطه. هنا بقى بصوا قسمته هو على 4 اكياس. انا بقى بعمله كده وبشيله برضه عشان ما ياخدش حجم في الفريزر. وباخد بقى منه بطلعه، ما بيقعدش وقت طويل وهو بيفك. هنا بقى بعد ما حمرتها، ايه رايكم؟ تحفه. ان شاء الله تعملوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.